أمه رقصت معاه وأبوه ما كانش سايبه، والتورتاية كانت بعرض المسرح كله وصور مغرقة المكان، وكمان كان في راقصة جنبه على المسرح ومراته موجودة وموقفها كان غريب مع اللي بيحصل. حمو بيك احتفل بعيد ميلاده السنة دي بطريقته الخاصة، والاحتفال كان على البحر والناس والجمهور كانوا حواليه. يا ترى أمه كانت بتعمل معاه إيه هناك، وإيه اللي مراته عملته لما جت جنبه الراقصة دي، وهل فعلا كان ليه أصحاب من مغنيين المهرجانات جم ليه مخصوص عشان يحتفلوا معاه؟ كل دي تفاصيل وأكتر هتعرفوها في الفيديو ده، وهتلاقوا مفاجآت ما كانتش متوقعة أبدا حصلت في العيد ميلاد. حمو بيكا ما بيصدق الصيف يبدأ ويسيب القاهرة ويجري على البحر، أيا كان بقى البحر ده فين، وبيحن الأصل الإسكندراني، وده غير طبعا حفلات الساحل اللي بتبدأ مع موسم الصيف. بس المرة دي كانت الحفلة بتاعته في الساحل وعلى البحر مختلفة جدا، وده لأن الاحتفال بعيد ميلاده السنة دي كان غير، وكمان أهله كانوا جنبه ومتحوط بيهم، من أول والدته اللي نزلت معاه رقص وسط الجمهور اللي كان موجود في الحفلة. طبعا الدهب اللي كانت لابساه كان باين عليها من ساسها لراسها. ووارد حمو بيكا كان واقف بيرقص معاهم وبيحتفل بعيد ميلاد ابنه، وكل ده وسط الجمهور اللي حمو المره دي كان وسطهم وقريب منهم ومش واقف على المسرح بعيد عنهم. اما بقى بنته ومراته فكانوا طبعا موجودين، ومراته كانت جنبه ومش سايباه، وهو كان حاضنها وخايف عليها من الناس، والتجمع اللي كان حواليه ورومانسيته معاها كانت ظاهره جدا قدام الناس كلها. وطبعا العادي بتاعها هي وحمو بيكا انهم يبقوا لابسين ذهب بحجم كبير ويظهر للناس كلها. بس اللي كان ملفت بقى جدا في عيد الميلاد السنه دي هو انهم عملوا تورته تقريبا للناس اللي كانت موجوده كلها، والتورتايه دي كان عليها صورته وموصوله بتورتايه تانية بعرض المسرح كله علشان تكفي كل الموجودين. واول ما جم عشان يطفوا الشمع واشتغلت اغنيه عيد ميلادي الفلوس نزلت عليه زي الرز من كل مكان، وكان بيتنقط بالفلوس دي علشان عيد ميلاده. ودي طريقه احتفال اللي كانوا موجودين بيه. كان موجود حد من الفرقه بتاعته وهو اللي بيلم النقطه اللي نازله عليه دي. طبعا العيد ميلاد ما وقفش عند كده وبس، لا، حمو بيكا طلع على المسرح ووقف وغنى وفرقته طبعا كانت وراه، بس ما كانتش لوحدها، وده عشان كان في راقصة واقفة جنبه ومش مبطلة رقص، وده كله كان في وجود مراته، بس هي رد فعلها ما كانش متوقع وما فرقش معاها جو الراقصة ده ولا أي حاجة. وعلشان عارفة إن ده شغله، ده غير بقى إن حمو بيكا ما بصش ناحية الراقصة دي خالص وكان بيغني بعيد عنها، لحد ما طلع اسلام كابونجا ونجوم مهرجانات تانيين يغنوا لحمو بيكا، وهو شال بنته تاج وقعد يرقص بيها، وما كانش فارق مع اي حاجه تانية في الدنيا غير ان بنته معاه مبسوط بيها ومبسوطه بيه. ده غير بقى الناس الكتير اللي اتلمت حواليه وقلبوها فرح حرفيا، وقعدوا يغنوا ويرقصوا ويلفوا، وهو كان مبسوط بيهم وفرحان ان حواليه ناس كتير بتحبه. انتوا بقى ايه رايكم، وايه اكتر حاجه لفتت انتباهكم في العيد ميلاد ده؟